السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوان، انا طبعا حبيت النفوس تهدى اكثر والجماهير تهدى والاعلام ايضا يهدى بعد خسارة منتخبنا الاولمبي. ما حبيت اصرح يعني بعد المباراة مباشرة، خفت ان يطلع من عندي كلام ممكن يجرح احد الاشخاص، اذا كان لاعب او جهاز فني او جهاز اداري او يعني اي احد كان يمثل وفد منتخبنا الاولمبي. لكن بالنهاية أنا أحب أن أقدم شكري إلى كل أعضاء الوفد منتخبنا الأولمبي. بالبداية أبدي باللاعبين، طبعا أهني جميع اللاعبين على المستوى اللي قدموه بالمباراة الأخيرة وحتى مباراة البرازيل، وأقول لهم فعلا أنتم كنتم نجوم في هذه المباراة، وهذه البطولة هي بطولة عالمية ونلعب مع فرق عالمية. مثل ما احنا تحضرنا جيد، المنتخبات كلها تحضرت جيد. أحب أوصل إلى كل جماهيرنا العزيزة، أقول لهم أنه يجب علينا جميعا أن نساند منتخبنا الأولمبي ونساند لاعبين المنتخب الأولمبي اللي أدوا أداء رجولي وقدروا أن يحصلون على فرص كثيرة، لكن غاب عنهم التوفيق. وأقول للمهاجمين أنه لا تتأثرون بالفرص اللي ضاعت، ممكن بهذه المباراة ما توفقتوا، المباريات القادمة إن شاء الله راح يحالفكم الحظ. الأهم من هذا كله أنه المهاجم يخلق فرصة لنفسه. صحيح المهاجم مرات ما يتوفق، لكن المهاجم الذكي والمهاجم السبع اللي هو يخلق فراغ ويخلق فرصة لنفسه ويحصل على الفرصة. فأنا أقول لكل لاعبين المنتخب الأولمبي أنه لا يهمكم الكلام القاسي اللي انقال عنكم، لأن هذا جمهوركم ومن حقه أنه يتكلم، وهو على قد ما يحب البلد ويحب العراق انه ممكن مرات الكلام يكون جارح. وادعو لاعبينا وخاصه ادعو على عدنان انه لا يتسرع في عمليه الاعتزال. يجب عليك ان تتحمل جماهيرنا الرياضيه، واحنا كثيرا ما تحملنا من الجمهور، لان الجمهور هو هذا السند الوحيد لنا. يعني احنا مو بس بوقت الفوز نخلي جمهورنا نفرح بكلامهم الجميل، يجب علينا بوقت الخساره ايضا نتحمل كلامهم القاسي، لان هو بالاول والاخير هو يحكي لمصلحتك ولمصلحه البلد. فاني حبيت اقدم هذه الرساله لكم. اتمنى من الجميع انه يكون عند حسن ظن العراق وعند حسن ظن الفانلة اللي يلبسها. وبالاخير احنا نقول الفوز بالخساره وارده بكره القدم، فيجب علينا، لكن احنا كسبنا جيل، خلينا نكون واقعيين، كسبنا جيل للكره العراقيه ان شاء الله راح يمثلنا بالمباريات القادمه وبالمحافل القادمه خير تمثيل. وشكرا جزيلا لكم على كل ما قدمتوه، من جهاز فني الى لاعبين الى اداريين، خاصه بالفتره الاخيره اللي مضت. تحياتي لكم جميعا، مع السلامه.